محمد رجب في بداياته كان لافت جدا. لما تشوفه في ملاك اسكندرية أو حرامية في كي جي 2 أو حتى في دور الضابط الشرطة في الحفلة، هتلاقي ممثل عنده حضور وشخصية وقدرة على تقديم الشر أو الشخصيات المركبة بشكل مختلف. لكن لما تصدر محمد رجب الأفيش في أفلام من بطولته، كان الرهان كله قائم على إنه يشيل الفيلم لوحده. بعض الأفلام حققت إيرادات مقبولة زي سالم أبوكتو أو الخلبوز والمش مهندس حسن، لكن السؤال اللي طرحه النقاد وقتها ما كانش الفيلم كسب كام، كان هل التجربة أضافت لمحمد رجب كممثل، وهل استغلت أفضل ما عنده؟ عدد كبير من النقاد كانت إجابته لا. لكن محمد رجب كان عنده منطقة فنية مميزة، لكن بدل ما السيناريوهات تبني عليها بدأت تكرر نفس القالب الشعبي ونفس الصورة، لدرجة ان الموهبة نفسها بدأت تستهلك، وفقد هو كمان بوصلته كفنان. وهنا بنوصل لواحد من اخطر الاسرار في صناعة السينما. المنتج احيانا بيستثمر النجاح لكنه ما بيصنعش نجم سينمائي.